السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل مساء الفل على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة ومتابعة حمام الغية. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل وتطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في متابعة حمام الغية، وهنتكلم في كام نقطة كده بخصوص الحمام اللي سايب ده. زي ما انتوا عارفين الواحد كان بايع حمام يعتبر في اول شهر واحد، والغيه كانت فاضيه ما فيهاش فرد حمام. يعتبر احنا قلنا نقطه ومن اول السطر. ربنا رضانا بالشويه اللي هم بيصرخوا دلوقتي، دولت اللي هم الكبار اللي فيهم، دولت اللي هم اتبقوا من اللي هم بعد فرزهم، دولت الذكوره اللي اتبقت منهم، اللي هم الكام واحده الكبار اللي بتلاقيهم يصرخوا على الظهر، زي القطقاطي، زي اتنين مساويت، زي بتاع اتنين خضر كده اهو، ابلع على ورد، فيهم ابلع اسود، فيهم مظهر. هم الكام واحده الكبار اللي فيهم دولت الطريحه او الدفعه الاولانيه. طيب النت اللي اتفرزت منهم دي نفعتني اللي انا هشتغل بيها في الصيف. يعني انا دلوقتي فرزت منهم شويه نت، اللي مش في احتياج ليه مشيته لحبايبي، اللي في احتياج ليه واللي انا هشتغل بيه ده خليته اللي انا هشتغل بيه يعتبر في الصيف معايا. يعني اللي انا مربي في شهر واحد هيجي دولت مثلا في شهر 6، في اول 7 هيبتدي الحمام ده يشتغل معايا، يبقى انا في فصل الصيف هشتغل بحمام سنه صغير. ده اللي هي اكبر مصلحة اللي احنا بنربي. يعتبر في بداية السنة او في اول السنة بيجي عليك الصيف، بيبدأ الحمام ده يكشف معاك وبيبدأ اللي هو يشتغل معاك طول فصل الصيف. دي اول نقطة. طيب ربيت دفعه بعديها، الدفعه اللي بعديها دي يمكن اول دفعه دي اقسم بالله ما راح منها واحد. يعني اول دفعه ربيتها اللي فيها الاكوى الغزار والاحمر الغزار والكام دولت، الكام واحد اللي هم اللي كانوا متربين دولت، اللي اتاخد منهم اتاخد نزل في قلب السلكه تحت، ما راحش منهم فرد حمام. لان الحمام ده كان بيتعامل معامله. تربيه الزغلول بقى في الصيف معامله تانية. تربيه الزغلول في الشتاء جميله جميله، والزغلول بصحته وبيجري كويس والدنيا تمام. في الصيف مشاكله كتير لان مواعيده ما بتبقاش ثابته. خد الكلام ده عشان الكلام ده محدش هيقوله لك. محدش هيقول لك انا راح لحمام، والقصه دي كله هيطلع يقول لك ايه انا مسكت حمام. مفيش حد بيقول لك انا اتضرب لي حمام. الطريقه الاولانيه اقسم بالله راح منها فرد حمام. الطريقه اللي بعديها دي راح منها زياده عن 5 زغاليل. ركز في كلمة زغاليل، حط تحتها مليون خط. طول ما هو عليه 9 8 7 6 5 4 ده نقول عليه زغلول. خش في 3 و2 ووحايد او الصمم في بداية مرحلة الشبابات، وبتبتدي اللي هي تكشف يا بين ذكر يا بين نتاية. واحد مسك لك زغلول ما ببررش لغايه سن الاربعات، وممكن بيبقى عليهم سمم وحمام بيوجع كده يقول لك دي زغاليل صغيره. لا انا يا عم انا بتكلم عن نفسي، لغايه ما يبقى عليه 4 ده انا بسميه زغلول. نزل من ال4 ودخل في عديله العديله والعديله والصمه، ده انا بقول عليه شاب ابن السنه. غير لما اللي هو مثلا يقفل الصمه كده كده بيتقال عليه برضه شاب ابن السنه. انا بالنسبه لي بسمي حمامي اللي هم دول دي شبابات عليهم 3 عليهم 2 عليهم 1، لكن وهو عليه 4 بقول دي زغاليل صغيره. يعني عندك العنبري ده، عندك سكروته، عندك كام واحد كده دولت زغاليل صغيره لسه بقى في سن اللي ايه الستات والخمسات والاربعات، دولت يعتبر زغاليل. الشخشول ده عليه مثلا بتاع 3 كده، دخل في مرحله الشب. تمام يا رجاله. الزغاليل دي راح منهم مثلا زياده عن 5 زغاليل. طيب راح عشان هو في سن يا جدعان معين الحمام ده بيرتاح فيه. الحمام ده ابتدوا اللي هم يسخنوا وبقى ياخدوا بعضهم وبيمشي، وبياخدوا بعضهم وبيمشي. اللي بيروح ما راحش اخدان، اللي راح من دول راح وقع حمام. اللي راح من دول الزغاليل اللي هي راحت منهم ما راحش اقسم بالله اخدان. الحمام ده خدت بيه مرتين 3 ماسك على حسهم حمام، بس ما اتمسكش منهم حمام في اخدان.
اللي اتمسك زي اللي قاعد تحت شجره ومستني الوقيع بتاعها. يعني اللي هو الطريحه ماشيه، تلاقي ناس طالعه لك بحمام كبير مستني الراجع اللي هو ايه، طريقه زغاليل ممكن يقع منها فرد حمام. فاللي بيقع منها بيقع معمي، ممكن يقع على اي غيه، ممكن يقع على اي شويه. فانا عشان كده انا بقول لك لما يجي زغاليل بتدلدل من الطريحه، بتبدا اللي انت تحجزهم لغايه ما يتدبقوا فيهم او لغايه ما بيمسكوا في قلب بعضهم عشان ما يقعوش على حد. لان الزغلول بيبقى يعتبر كفيف، بيقع على اي شويه، يرمي نفسه في اي شويه، هو فاكر ان هم دولت الشويه بتوعه. فالنصيحه اللي انت بتربي طريحه ما حدش يلمحك فيها، عشان اللي يقع على غيتك، ما يقعش على شويه يكونوا جعانين مستنيينك في قلب المنطقه فاتحين لك حمام كبير مستني سقيط الشجر، الورقه اللي هي الدبلانه يعتبر، او الشويه اللي هم يعتبر فيهم زغاليل طريه، فهي بيقع منهم، هم مستنيين اللي بيقع من الطريحه بتاعتك. دي انا بسميها زكا طريحتي، طيب اللي الكسبان اللي انا هقوله لك، اللي انت تاخد بالك من طريحه الزغاليل بتاعتك، اللي بيقع احجزه بايديا. طيب واللي احسن لما اجي اسيب الطريحه، ما اسيبش الطريحه واللي هي العالم اللي بيبقى حواليك دولت اللي سايبين لك حمام كبير، ما يبقاش قاعدين لك للطريحه، عشان اللي يقع ما يقعش عليهم، يقع على غيته. يقع لما هيقع مره واثنين وثلاثه خلاص هو عارف ان هو بيستنبه لنفسه، اصل اللي هيقع اول مره وجا على غيته، التانية هيستنبه يقع على غيته، التالتة خلاص هيقع على غيته، لغايه ما بعد كده يبدا يتشعلق في اخواته ما يقعش منهم. فانا حبيت اللي انا اوضح لك دي. طيب الطريقه دي لقيتهم بقى دخلوا في سن الاربعات ودخلوا في سن الخمسات، خلاص الكلام ده هيبتدي بقى نقوم بعمليه فرزهم سريعا. ضم الطريقه الصغيره على الشويه الكبار اللي هم المفروض يرتاحوا، اللي هم دلوقتي داخلين في سن الاتنينات، واللي انت شايفهم دلوقتي بيصرخوا، بس دولت عليهم اتنينات عشان كانوا موقفين رمي، عشان الحمام ده كان بيجري وما قالش وقف رمي، عشان الحمام ده كان بيجري معايا، وفرد الحمام قعدوا له شويه اللي هم مرتاحين من الرمي بتاعهم، مش مرتاحين في بيبانهم، لو ارتاحوا هيرموا، لكن دول كانوا مرتاحين من الرمي، ما كانوش بيرموا، ما كانوش مقدرين، لان انا كنت بكلف كلفه ناعمه، الكلفه الخشنه يا جدعان، وراحه الحمام ده هي اللي تخليه يقلش. طيب دلوقتي انا حطيت الدفعه الصغيره على الدفعه الكبيره، ربنا كرمني فيهم اللي هم الصغيرين دولت، لسه ما يعتبر ما فرستش منهم نتي، لكن اللي فرست منهم الشويه الكبار دولت، والنتي تحت منزلها في قلب السلاكه. طيب الشويه الصغيرين حطيتهم على الكبار عشان يفرزوا لي النتي اللي فيهم، والحمام ده يخوي بعضه ويكشف بعضه، لان الطريقه اللي هي الاولانيه مثلا كانوا بتاع 11 او 12 ذكر اول عن اخر، الطريقه الثانيه رحت ضاممهم عليهم، حطيتهم على الوش ده كده اهو من الاول للاخر، بس لسه ما اتفرزش منهم النت بتاعتي. طيب المرحله دي انا بسيب الحمام بتاعي كله في قلب بعضه كده اهو، الطريقتين على بعضهم، هفرز منهم النت اللي هي من الطريقه الصغيره، هنزلها تحت في قلب السلاكه، لما النت يتذوب ببتدي اللي انا انزلها في قلب السلاكه بتاعتي. طيب بالنسبه للي هو الحمام الكبير ده على الحمام الصغير كده هينضموا على بعضهم، بس انا بقوم بعمليه دلوقتي اللي هو كشفهم على بعضهم، عشان لما اجي افرز النت ما استناش احط الدكوره دي على بعضها تاني، لا انا هخليهم كلهم يتساووا ببعضهم، لان هي هتبقى سنيا كده هيبقى يعتبر مجموعه واحده. ليه؟ لان الدفعه الاولانيه عليها اتنينات، وهتخش في مرحله القلش، هتبتدي اللي هي تصم معاك وتبدا تخش تقلش تاني، والطريقه الصغيره دي سنهم او اول كتفهم لسه في سن الاربعات وفي خمسات والكلام ده، فانا هسويهم كلهم بحيث لما يجوا يخشوا في القلش يخشوا مع بعضهم ويطلعوا من القلش مع بعضهم، بحيث اللي هم يبقوا حافظين بعضهم كويس. دي اللي انت بتضم الطريحتين في قلب بعضهم وبتسيبهم صايعين مع بعضهم. ازاي يا عم صايعين مع بعضهم؟ هقول لك ازاي. يعني دولت يقعدوا لهم ساعتين ثلاثه، يعني انا بفتح لهم كده مش مطلوب منهم اللي هم يجوا، لا انا جريت اللي هم الكبار والجرده يعتبر ما راحش منهم حاجه، الصغيرين دول ابتدوا اللي هم يمشوا، واللي بيقع منهم اللي هم ايه بقى يروح منهم، لا يبقى انا حافظ على الحراره بتاعتي، لان هو في سن يا جدعان، سن الخمسات ده
وسن الاربعات السن ده بنقول عليه سن ركين، وضيف عليها سن ضرب الحمام. يعني خد النقطتين دول، سن الخمسات والاربعات سن ركين، وضيف عليهم سن ضرب حمام. زغلول ما بيبقاش قادر اللي هو يشيل نفسه، فبيرمي نفسه في اي حته، فبيضيع لان هو كتفه يعتبر متخدل، فبيرمي نفسه في اي حته. ما بيبقاش ضعف حمام، بس هي بتبقى سن حمام. طيب دي دلوقتي الطريقه اللي هم سايبين ومفتوح لهم البيبان كلها في قلب بعضهم، عشان خاطر دلوقتي اللي هم هيتلموا دول بيتفتح لهم اخر النهار كده في قلب بعضهم، وياخدوا اللي هم مثلا ايه فزعه كده عشان نلمهم كده في قلب البيبان بتاعتهم. هي بص برضه عشان تبقى انت مستوعب معاه. بص اه خمسات، ادي الطريحه بتاعتنا يا جدعان. معلش لو طولنا عليكم، بس انتوا عارفين قصه الحمام. الواحد لما بيتكلم بمنتهى الامانه، ما بيعرفش يزوق في كلام، ما بيعرفش يداري، ما بيعرفش يجيب الحلوه ويشيل الوحشه. انت بتعلم حد علمه حتى لو كلمه صح. في حاجه غلط انت واقع فيها، لازم اللي انت تقولها عشان غيرك يتعلم منها. ممكن واحد تبقى فايتاه، انت بتنوره او انت بتوعيه في الصالح، انت فاهم ازاي؟ فهو ده برضه ربنا يعني بيديك خير اللي انت بتعمله في صحتك بقى، في عافيتك، في عيلك، في حمامك، في اي حاجه. فالحمد لله الواحد ما بيبخلش على حد في معلومه ولا في اي حاجه. والناس اللي هي برضو كانت كباله اللي هي عايزه برضو ايه تشوف الحمام اللي فوق، الحمد لله يا جدعان دولت الشويه اللي احنا مربينهم السنه دي. ربنا كرم بقى، جم في 20، جم في 25، جم في 30، زي ما يجوا. الكلام ده كله ما كملناش يعتبر 6 شهور. الكلام ده كله يعتبر ما كملناش 6 شهور اهو. اتفرج على الطريحه الاولانيه ساعه ما الغيه كانت فاضيه والبيبان كانت يعتبر فاضيه اهو. ودلوقتي الحمد لله عملنا شويه اهو. واللي يروح من حمامك في وقيع مش اخدان، اعرف اللي انت جامد مش ضعيف. الضعيف اللي هو بيدعي في الحمامه بتاعته وبيخاف على حمامته. انا يكفيني قطعت ايد ناس على شويه كانوا بيرموهم شويه بلاوي، جريزليات وزرق وجمعيات والحاجات دي كلها. لما مسكت لهم 2 اقسم بالله قفلوا على حمام وسابوا لك 17 واحده. يكفيني لما انا احاربك بزغلول وتكون انت بترمي 25 ولا 30 واحده تخليهم 16 و17 واحده، ودولت ما تشالش منهم واحد اهو. وزغلول صغير بيحاربك عشان قلب الحمام من قلب صاحبه. كل ما انت بتقسى على فرد الحمام وكل ما بتقوي قلبك على فرد الحمام، كل ما فرد الحمام بيقوى معاك. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا. سلام.